من هو أنس الشريف ولماذا هو ترند اليوم؟ أنس جمال محمود الشريف ولد 3 ديسمبر 1996 واستشهد 10 أغسطس 2025. أنس الشريف كان صحفي فلسطيني من مخيم جبلية بشمال قطاع غزة. عمل كمراسل ميداني لقناة الجزيرة وتخصص في الإذاعة والتلفزيون بجامعة الأقصى. أنس الشريف اللي بيميزه بدأ كمتطوع في شبكة الشمال الإعلامية، ثم انتقل إلى الجزيرة بعد تقديم محتوى ميداني مباشر لحظة بلحظة. أصيب بشظية في بطنه خلال تغطيته لمسيرات العودة الكبرى في عام 2018، وفي ديسمبر 2023 استشهد والده بقصف منزله. لكن أنس الشريف موقفش وواصل رسالته الصحفية رغم الصدمة والانهيار اللي هو كان بيمر بيه. اعتبر صوت الحقيقة في زمن الصمت، ونسبت له كلمات مثل لا تنسوا غزة، هذه وصيتي ورسالتي الأخيرة، التي تحولت لاحقا إلى عنوان لفيديوهات تداوله آلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي يوليو 2025 تأثر وانكسر بالبكاء على الهواء أثناء تغطيته لحالة المجاعة المستعصية في غزة وسط هتافات داعمة من المدنيين. بس أنس استمر، أنت صوتنا، كان بيستمر. قبل استشهاده بلحظات ظهر أنس في لقطات مؤثرة مع ابنته شام، حيث وصاها قائلا لا تنسوا غزة ولا تنسوني من دعائكم. في مقطع آخر ردت ابنته الأخيرة بعفوية وصمود، احنا مش طالعين، صامدين هنا يا بابا. وبعد فترة قصيرة قتل أنس مع زميله محمد قريقع وثلاثة مصورين بغارة جوية، واستهدفت خيمة للصحفيين قرب مجمع الشفاء الطبي. ألف رحمة ونور عليك يا أنس. أتمنى كل من شاهد الفيديو وسمعه للآخر يترحم على أنس في الكومنتات، وربنا يسترها علينا جميعا، وأشوفكم فيديو جديد. إلى اللقاء.